جربتي طرق كتير وبيطلع مش مقرمش معاكي وشارب زيت، يبقى لازم تجربي الطريقة دي. والأول مرة البطاطس الكنتاكي المقرمشة الرهيبة. يلا نشوف هنعمله ازاي، بس يا ريت نصلي على الرسول. اول حاجه تعالى اقولك ازاي تختاري القرنبيطه الجميله اللي فعلا طعمها بيكون مسكر وحلو. لازم تكون فاتحه كده وطازه ولونها ابيض، مش مصفره وغامقه ودبلانه وفيها نقط سودا، لان كل ده بيأثر في طعم القرنبيط. هتقطعي الزهر يطلع معاكي بكل سهوله بالسكينه. فوق كل زهره كده قشر على خفيف خالص، بحاول اتخلص منه، ما تاخديش قوي، على خفيف. بعد ما بتخلصي بتغسليه كويس قوي تحت الميه الجاريه، وفي اخر غسله بتضيفي معلقتين من الخل وتسيبيه منقوع دقيقتين 3. البطاطس برضو بنقشرها، ونبدأ إن احنا نقطع البطاطسية بالطول المتوسطة على 3 حلقات، والسميكة شوية على 4 حلقات. أنا عاوزة سمك قطعة البطاطس متوسط، لا رقيق ولا سميك. حلة فيها مية سخنة، شوية من الكمون والسكر والملح، وأول حاجة هنزل بيها البطاطس. وعدي بالظبط من بعد الغليان 5 دقايق، وارفعيها افرديها على صينية عشان نوقف عملية السوا. طبعا احنا الدنيا برد، الحاجة هتبرد بسرعة. لأول مرة يا جماعة تشوفوا البطاطس الكنتاكي في حلقة النهاردة، الولاد هيتجننوا عليها. القرنبيط بعد ما غسلته كويس وصفيته، برضو هننزل بيه في المية السخنة من بعد الغليان، هنعد 5 دقايق ونفرده على صينية مش على بعض. افرديه كده عشان يبرد بسرعة. البولة الأولانية هنزل فيها بمعلقتين كبار من النشا على كوبايتين من الدقيق، والتانية هكذا كوبايتين من الدقيق على معلقتين كبار من النشا، بس دي هنزل فيها بمعلقة كبيرة مليانة بالبيكنج باودر، التانية لا. نخش على البهارات. معلقة صغيرة من الثوم المفروم، عندي كمان كزبرة وبابريكا وملح وكمون وبودرة الماجي تديكي تست جميل، دي اختيارية، ممكن ما تضيفيهاش لو حابة، بس فعلا بتخلي طعمه حلو. وشوية من الكاري ورشة فلفل اسود. عندي كمان كزبره خضراء، ممكن تعملي ميكس ما بين الكزبره والبقدونس والشبت زي ما انت عاوزه. ولا بيض ولا حليب ولا كل ده. بالميه كده بالتدريج اضيفها لحد لما اوصل للخليط المتوسط، لا تقيل زيادة عن اللزوم ولا خفيف، عشان يمسك على قطعة البطاطس والقرنبيط. نفس البهارات هنضيفها، بس هنقلل في الملح على البولة التانية اللي هنعمل فيها الكفر الخارجي اللي هنغلف فيه البطاطس والقرنبيط. طبعا الكاري هنا مهم جدا يا جماعة، بيدي لون مصفر حلو أثناء القلي، وبيخلي ريحة وطعم التتبيلة تحفة. اوعى تنسوا التكة دي. أول حاجة هنزل بشرايح البطاطس، هنزلها كده في الخلطة واطلعها. شايفين لازم الخلطة تكون ماسكة كده على قطعة البطاطس، وانزلها كده في الدقيق اللي احنا عاملينه والبيكنج باودر والنشا، وانزل من عليها اي زياده من الدقيق، وعلى طول اضيفها في صينيه جنبي. برضو زهر القرنبيط هضيفه. انا هوريكم كده على السريع، وطبعا تكوني مجهزه طاسه الزيت جنبك زي ما هنقلي مع بعض دلوقتي. اول لما تخلصي وتنزلي كميه الدقيق معنا على قطعه البطاطس والقرنبيط نقلي على طول. بس انا حبيت اختصر في الخطوه دي واوريكم ازاي انا بعملها. انزل اي زياده من على الزهر بتاع القرنبيط من الدقيق عشان ما ينزلش في الزيت. شايفين بقى طريقه سهله وبسيطه لحد ما نخلص الكميه كلها. كنت سايبة الطاسة على النار من أول ما بدأت أغلف القرنبيط والبطاطس بالكفر الخارجي عشان الزيت يسخن، وأول بأول كده أول لما تخلصي أول شوية هتضيفيهم في الزيت، عشان لو سبتي البطاطس عليها الكفر ده كتير والقرنبيط هيعجن منك. أول لما تبدأ بقى تاخد اللون الذهبي الحلو ده نقلب على الاتجاه التاني ونصفيها في مصفى وتحتيها طبق زي ما أنا بعمل كده. عاوزة أقول لكم اللي هيجرب طريقة البطاطس دي مش هيبطل يعملها من جمالها، مقرمشة وطعمها تحفة ومتبلة حلوة جدا جدا. بعد كده هنزل بالشوية التانيين اللي احنا عملناهم مع بعض من زهر القرنبيط، نقلب على الاتجاه التاني لحد ما ياخد بس اللون الذهبي المطلوب ويقرمش معانا. خلي النار بتاعتك متوسطة، ولا عالية زيادة عن اللزوم ولا هادية. خدوا بالكم ان النشا هنا ما بيخليش المقليات تشرب زيت، والبيكنج باودر بيخلي الطبقة اللي عليها هشة مش مكتومة، بتكون مقرمشة وخطيرة. برضو هنصفي القرنبيط في مصفى وتحتيها طبق. شايفين بقى الجمال؟ جبت بقى الصينيه الكبيره حبيبتي، زينتها بقى بشويه بقدونس او كزبره، وهنزل على طول باحلى قرنبيط كريسبي وبطاطس كنتاكي عمركم ما هتاكلوا في جمالها. يعني حتى لو ولادك مش بيحبوها بالطريقه دي، جربي وشوفي هياكلوها ولا مش هياكلوها. انا عندي بنتي الصغيره بتكره حاجه اسمها قرنبيط، شايفين؟ قلت لها دوقي كده، اول لما دقته وقفت لي وعاوزه تاكل تاني. جربوا الطريقه دي هتعجبكم، وبالف هنا. انتظروني في حلقات جايه كتير، وهتنسوا اللايك والشير لو الفيديو عجبكم، وباي باي.